اهلا بيكم. انا مصطفى توفيق ودي ورشه عمل برج المراقبه. الهدف من الورشه دي ان احنا ازاي نحول كونسبت ارت لاحد الفنانين المشهورين ل 3 دي سين. كتير مننا بيشوف افلام ومسلسلات واعلانات كلها فيها شغل 3 دي او فيها مشاهد 3 دي، بس احنا مش عارفين ده بيتعمل ازاي، وهل لو احنا حاولنا نعمل ده هيبقى سهل ولا صعب. النهارده هناخد كونسبت ارت للفنان هامش فاتر. هامش فاتر هو انفايرمنت ديزاينر وارت دايركتور في احد الشركات الكبيرة بره مصر. أعماله موجودة على نتفليكس وفي حتت تانية كتير. معظم شغله بيشتغل بالفوتوشوب وأحيانا بيشتغل بالماي. النهاردة هناخد أحد أعماله ونبتدي نحولها من كونسبت آرت ل 3 دي سين. تعال نشوف الكلام ده إحنا نقدر نعمله ولا لأ. يلا بينا. مش كيوب، هنعمل سكيل على الإكس والواي والزد بحيث ان احنا نقدر نتحكم في الشيب بتاعنا. ممكن نقصره شوية، مش هيبقى ده الشكل النهائي، ولكن دي الحاجة اللي هنبتدي بيها ونشوف مع بعض. كنترول اي ابلاي سكيل، تاب فيس، كنترول ار عشان نزود عدد اللوب كاتس. عايزين نزود السب ديفيجنز وليكن 6 و4. نخش على مش ترانسفورم، راندومايز، نخلي الخشب فيه انبعاج شوية بس مش قوي كده، نقلله شوية الشكل اللي احنا عايزينه. وبعدين هندوس على تاب اوبجكت مود، ندوس على ان ونقلل الارتفاع بتاع الخشب من 27 سم في الدايمنشن نخليه 15. وبعدين ناخد كنترول دي، تاب توب فيو، نمسك الاثنين، كنترول اي ابلاي سكيل، كنترول جي عشان يبقى اوبجكت واحد، ونيجي شيفت اس اوبجكت اوريجن تو جيومتري، شيفت اس تاني اوبجكت اوريجن تو كيرسر عشان نحركها في النص. نمسك الاثنين فيس، نختار اي فيس من ده، دوس ال عشان يختار لي كل الفيسز اللي مرتبطة ببعض. مش ترانسفورم، راندومايز، نقلل الراندومايزيشن شوية، وممكن نلعب في الاماونت وفي الراندوم سيد عشان يدينا لوح خشب بشكل مختلف. شيد اوتو سموث. ممكن بعد كده أنا أحب أوي حتة فكرة إن أنت تهتم بالنيمينج، التسمية، عشان بعد كده لما تحب تختار حاجة ما تبقاش الدنيا بايظة بالنسبة لك. شيفت ايه مش كيوب، نعمل له سكيل على الزد، اس اكس نرفعه شوية، نكمل شوية، لازم نطول شوية على الواي بحيث نعمل عدد الألواح الخشب اللي موجود فوق. كنترول اي ابلاي سكيل، فيس، كنترول ار كتر اللوب كاتس عشان يبقى عندنا سب ديفيجنز. فيس نختارهم كلهم، ترانسفورم، راندومايز، نقلل الاماونت، يعني نظبط الاماونت كده يدينا شكل مقبول بالنسبة لنا. اوبجكت مود، رايت كليك، شيفت اوتو سموث، توب فيو، ونحركه جي اكس، نحركه شمال شوية. وبعدين شيفت دي عشان نعمل كوبي، شيفت ار عشان نكرر اخر امر اكتر من مرة. ممكن نمسكهم كلهم مع بعض وندوس كنترول جي عشان يبقى اوبجكت واحد، ونخلي الاوريجن بوينت في النص. شيفت اس تاني، اوريجن بوينت تو كيرسر، ونيجي من الفرونت فيو نبتدي جي زد طلعه فوق شوية. بيفت بوينت محتاجين نخليها في الميديان، نمسك كل الفيسز كنترول ايه، نبتدي نعمل سكيل هيقربوا على بعض على الاوبجكت، ابلاي، كنترول ايه ابلاي سكيل. ممكن نعمل سكيل على الزد شوية، نخلي الخشب حاسس ان هو محتاج يبقى ارفع شوية، وننزله بحيث ان هو يظبط معانا بالشكل ده. رايت كليك شيد اوتو سموث، ونبتدي ندوس على الفورورد سلاش اللي موجودة عند الأرقام اللي على الكيبورد على اليمين، نخش على edit مود ونمسك الفيس، ولما ندوس ال هيجيب لنا كل الفيسز المرتبطة ببعضها، ونبتدي نكرر نفس الأوامر تاني، مش ترانسفورم، راندومايز. الفكرة إن إحنا بنعمل الأمر أكتر من مرة عشان نغير في الأماونت وفي السيد، فالراندومايزيشن يبقى مختلف أو العشوائية تبقى مختلفة، فبالتالي هيديني شكل مختلف. التفاصيل البسيطة دي بتفرق جدا في الشغل، دي اللي بتخليك شغلك مميز أكتر، إن أنت بتدقق في التفاصيل وتهتم بيها. شيفت ايه مش بلان،
واعمل سكيل للبلان من التوب فيو على الاكس وعلى الواي تملى المساحه. ممكن ادوس فورورد سلاش عشان اخش على الايزوليشن مود، اعمل ابلاي سكيل للبلان واخش على الايديت مود. لو لقيت ان الفيس لونه احمر هدوس شيفت ان عشان اعدل النورمالز، عشان اقدر اعمل بعد كده كنترول ار عشان اعمل لوب كاتس، ازود عدد السب ديفيجنز بالطول وبالعرض. ممكن بعد كده وانا على الايدجز اختار الايدجز داير ما يدور واعمل لهم اكسترود على الزد عشان ادي سمك للمش بتاعي، واجي اختار الفيسز دي كلها وابتدي اعمل انست على الانديفيدوال اي ادوس اي مرتين، اعمل للانست وبعدين اعمل اكسترود يطلع حاجه بسيطه فيطلع بالشكل اللي احنا شايفينه. وبعد كده اقدر اعمل سكيل للاوبجكت بتاعي عشان اقلل السمك بتاعه واعمل ابلاي سكيل، اخرج بره الايزوليشن مود وابتدي اقدر امسك المش بتاعي وارفعه فوق الخشب شويه. ومن تحت كده محتاج ان انا ازود فيس، هنا هخش على الايدجز اختار الايدجز كلها عن طريق الالت وهعمل اف يملاها لي فيس واحد يبقى كله متغطي. وبعدين اقدر اسمي الاوبجكتس بتاعتي زي ما انا عايز، واجي امسك كل الاوبجكتس دي وادوس ام عشان خاطر اعمل نيو كوليكشن اسميه هاوس. الكوليكشن ده الفايده منه ان انا اقدر اخفي واقدر ادلته، ولما احب اختاره كله هقول له select all objects في الكوليكشن بحيث ان انا اقدر ارفعه لفوق عشان انا مش عايزه على الارض. باجي هنا شيفت ايه اعمل كيوب، واخد الكيوب ده عايز ارفعه جي زد فوق. انا عايز اعمل هنا الغرفه بتاعه برج المراقبه، واجي هنا من الفرونت فيو وابتدي احركه كده بس يمين، عايز اظبط مكانه واظبط مساحته، واخش على الايديت مود على الفيرتكس وابتدي اعلم على الفيرتكس كلها واحركها جي اكس، اوسعها شويه كده. لما باجي اعمل كده بفاجئ ان انا ما اخترتش الفيرتكس كلها، في تو فيرتكس انا ما اخترتهمش. طب وده ليه؟ عشان لازم ارجع الفورم تاني وادوس الت زد عشان اخش على الاكس راي، ومن الاكس راي ده لو ما اجي اعمل سيلكشن ده اخد كل الفيرتكس، ساعتها ادوس جي اكس واقدر احركهم كلهم لان انا داخل جوه الاكس راي. اجي هنا من التوب فيو مثلا واجي اعلم على كود الفيرتكس دي اطلعها قدام شويه. الفيرتكس دي ارجعها لورا شويه، انا عايز هنا سلم. وبعدين اقدر اخش على الفيسز وامسك الفيس ده وادوس بي سيلكشن. ده بيعمل ايه؟ بيفصل الفيس ده بيخليه اوبجكت، بيفصله عن الكيوب. واجي عند فوق ادوس اكس، انا مش عايزه خالص، بدلته دلة الفيس اكس بدلة الفيس ده فانا مش عايزه. اجي اخرج عن في الاوبجكت الاقي كل واحد من دول بقى اوبجكت، ابلاي سكيل واخش على الفيس ده واعمل كنترول ار عشان اعمل لوب كات، كنترول بي عشان اوسع اللوب كات ده اعمل منه 2 واوسعهم لان انا عايز اعمل فريم. كنترول ار تاني عايز اعمل فريم زي ما هنشوف كده. واجي هنا عند الفيس ده اعلم عليه واقول له اكس ديليت، امسك الفريم ده واخش في الايزوليشن مود. ده الفريم اللي انا عايزه. ممكن اخش على الفيسز اختار الفيسز كلها وبعدين اعمل اكسترود فبقى عندي الفريم اللي انت شايفه ده. ممكن اخش تاني واعدل فيه، همسك الفيرتكس وانا في الاكس راي متنساش اعمل سيلكشن على كل الفيرتكس اللي انا عايزها وابتدي احركها شويه. انا عايز اعمل في المساحه دي شغل شويه. واجي عند الاوبجكت التاني انا عايز اعمل هنا شباك. طيب هعمل الشباك ازاي؟ هستخدم البول ادون. طيب بعمل كيوب واجي عند الكيوب ده بتاكد ان انا بظبط مساحته، ده اللي هيبقى الشباك نفسه. بظبط مساحته بظبط ارتفاعه واتاكد ان هو موجود بالظبط في نص الاوبجكت اللي انا عايز اخصم منه. حركه كده يبقى في النص وادوس شيفت اختار الاوبجكت نفسه كنترول ماينس. كده انا قدرت اخصم اوبجكت من جوه اوبجكت. واجي بعد كده امسك الاوبجكت اللي انا خصمته وأقاد في نيو كوليكشن. الكوليكشن ده الفكرة فيه ان انا احافظ عليه وفي نفس الوقت لو حبيت ان انا اعمل اي تعديل زي ما هنشوف اقدر اعدل. هسميه كاتر وبالتالي هقدر ان انا اخفي الكوليكشن ده واشتغل عادي جدا. نمسك الشباك بتاعنا ونخش على الكاترز نظهرها
فيظهر عندنا الكيوب اللي احنا خصمناه عشان نعمل فتحة الشباك. نقدر نخش على الايديت مود ونمسك الفيس بتاعنا وجي زد ننزله تحت. المقصود ان احنا نقدر نلعب في البولين دي في الكيوب دي، فبالتالي نقدر نغير شكل الشباك. ونيجي نخش على الشيب بتاعنا ونطبق الموديفاير عن طريق ان احنا ندوس كنترول اي. لما بدوس كنترول اي خلاص انا طبقت الموديفاير ومبقاش موجود زي ما احنا شايفين. نمسك الشيب بتاع الشباك ونيجي من الفرونت فيو، تخش على الايديت مود على الفيس ونبتدي نستخدم النايف تول كي اي عشان اخلي فيه ستريت لاين. رايت كليك لو انا عايز ازود ايدج كمان كي اي رايت كليك، واروح على اي مكان وليكن هنا كي اي رايت كليك، وهنا كمان كي اي رايت كليك، وفي الاخر بدوس سبيس بار عشان خاطر الايدجز تتطبق. دول تراينجلز، تو تراينجلز. لو انا عايز احولهم لكواد بدوس الت جي. اجي هنا نستخدم التول تاني كي اي رايت كليك كي اي رايت كليك كي اي رايت كليك، وهنا كمان كمان واحدة، وبعدين سبيس بار وامسك التو تراينجلز دول وادوس الت جي يحول لي التراينجلز لكواد. ممكن ابتدي كمان اقطع هنا وكمان اقطع هنا، واجي اخش على الفيس مود واخد ده واقول له بي سيلكشن عشان افصله خالص. اخش على الاوبجكت مود وادوس شيفت اس واخلي الاوريجن بوينت تو جيومتري عشان تبقى في النص بالظبط. وكده انا عندي الاوبجكت زي ما احنا شايفينها. اخش على الايديت مود والفيس وابتدي اقطع هنا قطع صغير عشان احافظ على التوبولوجي اللي انا شغال عليها. بعد كده ممكن اخش على الشيد واختار من الكولر راندوم. الكولر راندوم بيديني كل شكل مستقل بيديله لون مختلف، وابتدي امسك كل حيطة من دول وابتدي اشكلها بنفس الطريقة عن طريق النايف تول وعن طريق اللوب كات، بحيث ان انا اعمل الشكل اللي انا عايزه. ممكن ادوس كنترول ار واخد الفيس ده والفيس ده والفيس ده وادلتهم ديليت، ادلتهم خالص، واخد هنا لازم بس اعمل كنترول ار عشان اخد يبقى عندي فيس في النص، اقول له ديليت للفيسز، فبالتالي بقى عندي الشكل زي ما انا عايزه بالظبط وابتدى يظهر لي شكل غرفة المربع. هنا ممكن اخش على الفيسز وامسك كل الفيسز ايه وابتدي اعمل لها اكسترود بسيط كده عشان تديني السمك. ودي طريقة هنكررها تاني، هنمسكها كلها بالايه ونعمل اكسترود في الاتجاه الصحيح بتاع النورمالز ويديني السمك بتاعها. ممكن هنا بقى ممكن استخدم موديفاير اسمه سوليديفاي. الموديفاير ده بيديني السمك اللي انا عايزه. عايزين نعمل فريم هنا، فهنضغط شيفت رايت كليك عشان نحط 3 كيرسر في المكان اللي احنا عايزين ننزل فيه الكيوب. ومثلا ناخد الكيوب ده ونبتدي نحركه ونقربه للمكان اللي احنا عايزينه جي اكس. وبعدين ممكن نخش على آه نظبطه كمان من الناحية دي جي واي. وبعدين ممكن نخش على الايديت مود وناخده جي زد نحركه. مش هنعمل اكسترود دلوقتي، بعدين هنعمل لوب كات كنترول ار. ممكن بعد كده نعمل كنترول بي عشان ناخد الفيس اللي فوق ده ونبتدي نعمل له اكسترود على الواي. ممكن نستخدم السناب تول كنترول ار كمان مرة واحركها. اخش على الفيس اخد الفيس ده واكسترود لتحت واظبطه بالسناب. كده انا قدرت اعمل الفريم زي ما انا عايز. ممكن ابتدي انهانس فيه اظبط فيه شوية عشان يبقى الشكل بتاعه شكل مناسب كل واحد على حسب ما هو شايفه عامل ازاي. ابتدي اخش على الفيرتكس واظبط شوية كده في المكان بتاعه. السنابنج تول هيبقى مفيد جدا لينا في الحاجات دي. وابتدي اشوفه كده من كل الاتجاهات بتاعته وابتدي احاول يعني عايز اجيب من ناحيتي كده شوية بالشكل. نمسك الاوبجكت ونخش على الايديت مود على الفيس نعمل اكسترود للثري فيسز دول، نطلعهم برا شوية ونظبطها زي ما احنا محتاجين.
ممكن نعمل بعد كده كنترول ار عشان نعمل لوب كات، ونقدر بعد كده نعمل select hard edges عشان نقدر نعمل بيفل. كنترول بي نعمل بيفل 2 segments بالكتير قوي، حاجة صغيرة كده عشان ما يبقاش الشكل شارب قوي. وبعد كده بخش على الايديت مود على الفيرتكس، واختار الفيرتكس دي عشان ابتدي جي زد وانزلها تحت شوية، اغير السمك بتاعها. نيجي هنا فورورد سلاش عشان نخش على الايزوليشن مود، ونخش على الايديت مود فيس، نختار كل الفيسز دي وندوس الت عشان نختار كل الفيسز، نعمل شيفت دي عشان نعمل كوبي منها، بي عشان نفصلها، ونخش على الفيس مود ونختار كل الفيسز دي عن طريق الالت، ونعمل سكيل على الواي عشان نعرضها شوية، نعمل اكسترود ونلغيه، وندوس الت اس عشان الاكسترود يبقى along النورمالز نفسها فيدينا الشكل ده. نعملها مرة كمان نكررها ونصغرها شوية عشان نعمل الشكل بتاعنا بالشكل ده. هنعمل الموضوع ده تاني في الحتة اللي فوق. هنخش على الايديت مود على الفيس الت، نختار كل الفيسز دي، هنعمل لها شيفت دي بي عشان نفصلها، ونخش تاني على الايديت مود بتاعها على الفيسز الت، هنختار كل الفيسز دي، نعمل لها سكيل على الواي عشان نخليها ليها طرف بره خارج شويه، وبعدين نعمل اكسترود رايت كليك عشان نلغيه، وبعدين ندوس الت اس عشان نعمل اكسترود along النورمالز، اي تاني رايت كليك نلغيه، الت اس عشان نعمل اكسترود مره تانية على النورمالز، والمره دي نعملها سكيل على الواي لجوه شويه، ونخرج تاني على الاوبجكت مود ونبص عليها ونشوف ان هي بقى شكلها ظريف شويه. ممكن نمسك التو اوبجكتس دول او كلهم كمان ونحط عليها موديفاير بيفل ونقلل البيفل شويه وليكن 0.04 مثلا، بحيث ان هو يدينا بيفل ظريف. نعمل بقى الازاز، نخش على الايديت مود على الفيسز، هتلاقي لسه واقفين على نفس الفيس اللي احنا كنا مختارينها، شيفت دي نعمل منها كوبي، بي عشان نفصلها تبقى اوبجكت لوحدها، ونمسكها الاوبجكت الفريم الجديد، تخش على ايزوليشن مود ونمسك الفيسز دي، نعمل اكسترود رايت كليك عشان نلغيه، ونعمل الت اس عشان نعمل اكسترود along النورمالز بتاعتنا، وبعدين نخش على الايدجز ونمسك الايدجز ده ونعمل اوبجكت اوريجين تو الايدجز. ده معناه ان انا دلوقتي لما احب اخرج بره الاوبجكت مود واحب الف، هيلف حوالين المحور ده من النقطه دي. كده احنا عملنا الفريم اللي هيتحط فيه الازاز. تعالى كده نخش بقى على الايديت مود ونمسك من على الفيسز، نمسك كل الفيسز دي ونختارها ونعمل كنترول ار عشان نعمل لوب كات، وندوس بي عشان نفصل اللوب كات اللي احنا عملناه. تعالى كده نخرج نطلع للاوبجكت مود ونعمل ايزوليشن للي احنا واقفين عليه، فهيطلع ان احنا عندنا اوبجكت عباره عن ايدجز، نمسك التو ايدجز دول وندوس اف فهيدينا فيس في النص. وبالتالي ممكن اخش على موديفاير واحط سوليديفاي، اعدل السمك بتاعه عشان يدينا شكل الازاز اللي هنحط عليه ماتيريال الازاز الشفاف. وممكن بعد كده اعمل ابلاي للسكيل واخش على الايدجز، اختار الايدج ده شيفت اس عشان اختار اوبجكت اوريجين تو ايدج عشان لما احب الف ويلف على المحور ده بالظبط. هنعمل مفصله هنا، شيفت رايت كليك عشان ننقل 3 دي كيرسر هنا، شيفت اي عشان نحط سلندر ونقلل الراديوس بتاعه ونقلل الدبث بتاعه عشان نظبط الحجم بتاع المفصله اللي احنا محتاجينها. ممكن نخش على الايزوليشن مود، رايت كليك شيد اوتو سموث، ونخش على الايديت مود على الفيس ونمسك الفيس ده انست اي وندخلها لجوه شويه، اكسترود زد لتحت، ونخش على الايدجز ونبتدي نمسك الايدج دي الت ونضغط على الايدج، نعمل كنترول بي عشان نعمل بيفل، ونمسك الايدج التاني نعمل فيه نفس الكلام، كنترول بي على الايدج، سيجمنت واحد كفايه. هنا ممكن نكتر عدد السيجمنتس، نمسك الفيس ده انست اكسترود ابورد، ونبتدي نمسك الايدجز ونظبطها. مش بحب يكون عندنا ايدجز شارب قوي عشان يبقى فيها بيفل وتقدر تجراب او تسحب اللايت ناحيتها بتدي شكل احلى. شيفت دي عشان ناخد كوبي منها، وممكن نقلبها بندوس كنترول ام عشان خاطر يعكس الشكل بتاعها،
ونمسك الاتنين مع بعض نعمل لهم سكيل، بس لازم الاول نربطهم كنترول جي ابلاي سكيل، كنترول اي ابلاي سكيل، ونمسك الاتنين نبتدي نظبط الروتيشن بتاعهم ونظبط السكيل بتاعهم ونظبط مكانهم. جي اكس نحركها شمال شوية ونعمل سكيل على الاكس عشان نكبرها شوية. التفاصيل الصغيرة دي مش بتبان من بعيد، ولكن اهتمامك بيها بيدي للشغل غنى وبيحسس اللي قدامك ان انت عامل مجهود محترم. ممكن بعد كده نمسك الفيسز دي اللي احنا ربطناها بقى اوبجكت واحد، ال عشان نختار كل الفيسز المرتبطة ببعض، بي عشان نفصلها تاني ونرجع نعمل لها سكيل ونصغرها، ودي كمان بقت مفصولة، سكيل ونصغرها، ونمسك الاتنين كنترول جي تاني ونعمل نلفها شوية الناحية التانية خالص ونحركها زي ما احنا عايزين. والمرة دي هنعمل كنترول اي ابلاي سكيل للروتيشن والسكيل مع بعض، وبعدين هناخد شيفت دي نعمل كوبي، كنترول ام ونضغط وراها على طول اكس عشان يعمل لنا ميرور، ونحرك الجزء التاني الخاص بالمفصلة عشان يبقى عندنا مفصلتين عكس بعض في كل حاجة. حاسس كده ان المفصلة مش مظبوطة قوي. تعالى نمسكها ونخش على الايزوليشن مود ونمسك المفصلة في الايديت مود، هنختار الفيس ونمسك فيس واحد ندوس ال يجيب لنا كل الفيسز المرتبطة، ندوس بي عشان نفصلها، وندوس شيفت اس عشان نخلي الاوريجن بوينت موجودة في الجيومتري في نص الجيومتري، ونمسك الاوبجكت التاني ده المفصلة التانية نعمل منها شيفت دي عشان يبقى عندنا منها كوبي، ونبتدي نحركها على الاكس ناحية الشمال شوية. ممكن نمسك الجزء اللي في النص ونعمل له سكيل على الاكس عشان نظبطه اكتر شويه، ونمسك الاوبجكت ده نخش على الايديت فيس اي اكسترود ونخش على الايدجز، نمسك الايدجز دي نعمل لها كنترول بي مثلا 3 سيجمنتس مثلا، رايت كليك شيد اوتو سموث، ونمسك ده نحركه شمال شويه، يعني حاجه اقرب لشكل المفصله العاديه اللي احنا نعرفها. الشباك ممكن بقى نمسك الفريم ونمسك الازاز وندوس ان عشان البروبرتيز بتاعت الروتيشن والسكيل، وممكن نرجع الشباك، انا عايز ارجعه زي ما كان بالظبط، فابتدي احط على الاكس روتيشن 0 وعلى الواي 90 واسيبه على النيجاتيف واي نيجاتيف 90، وادوس بعد كده رايت كليك ابلاي روتيشن اند سكيل وامسك الفريم ابلاي روتيشن اند سكيل، فبيخلي لي الروتيشن بتاعي صفر زي ما كان في الاول بالظبط. ممكن امسك بقى عايز اربطهم مع بعض، امسك التشايلد الاول وبعدين امسك البيرنت واقول له كنترول بي اربطهم الاثنين مع بعض، فبقى الفريم بيتبع الشباك. ممكن ساعتها اقدر احركه زي ما انا عايز، او لو انا عايز اروتيت على الاكس مثلا اقدر ارفعه اتحكم فيها زي ما انا عايز. ممكن اعملها مثلا وليكن 30 مثلا، او ممكن اعملها خلينا نجرب نيجاتيف 60 كبيره شويه خليها بقى نيجاتيف 30، وبقى عندي الشكل ده. هنا ممكن اخش على الار ده واخش على الماتيريال كاب واختار ماتيريال للسين بتاعتي كبريفيو بس ابص عليها. لو في لايتس دي ماتيريالز بتبقى جاهزه بتسمح لي ان انا اشوف الاوبجكت لو كان في لايتس هيبقى شكله عامل ازاي. برجع تاني كل حاجه زي ما كانت، كأن الشباك مش مفتوح ولا حاجه، وامسك كل الاوبجكتس دي واجي من الفرونت الت زد واخش على الايديت مود على الفيرتكس وابتدي احرك في الشباك، العب بقى شويه ان انا مثلا عايز اخليه ينزل لتحت شويه او اخليه يكبر شويه، اقدر اتحكم زي ما انا عايز وفي نفس الوقت محافظ على البيرنت. فاقدر لما اجي الف الشباك والفريم يلف معايا زي ما انا عايز، مفيش حاجه اتغيرت. امسك تاني الشباك واعمل روتيشن على الاكس نيجاتيف 30، رجع لي تاني الشباك مفتوح زي ما انا عايز. اظبط بقى المفصلات انزلها تحت شويه، واجي من الفرونت فيو اختار كل الاوبجكتس اللي انا عايز اشتغل عليها واعدلها، ادوس شيفت عشان ازود الاوبجكتس اللي انا ما اخترتهاش، واخش على الايديت مود
على الفيرتكس الت زد عشان اختار كل الفيرتكس اللي باينه قدامي، وابتدي اوسع الحته دي شويه لان انا عايز اعمل في المكان ده شغل شويه، وابتدي استخدم السناب ده هنتكلم عليه في وقت تاني، واحرك المفصلات شويه كده بحيث ان انا اظبط الشكل. في هنا جاب انا شايفها، ممكن امسك ده ومن الفرونت فيو اجي عند الفيرتكس الت زد واختار، لا كده مش صح، لازم اختار كل الفيرتكس وابتدي احركها بالسناب تظبط معاها بالظبط. يبقى انا كده قدرت اعدل الشيب بتاعي، حتى الحته اللي فوق دي ممكن احركها على الفيرتكس، فبقدر احرك واعمل مساحه هنا اشتغل عليها زي ما انا عايز. ابتدي امسك الفيس ده واخش على الايديت مود على الفيس، واعمل كنترول ار عشان اعمل لوب كات احركه لفوق شويه كده، واعمل كنترول ار تاني، وبعدين كنترول بي واوسع التو ايدجز دول عن بعض عشان اعمل فريم. وممكن بعد كده اعمل لوب كات تاني كنترول ار، وابقى كده عندي فيس في النص اقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز. اخش على الفيس، امسك الفيس ده وادوس اكس وادلت الفيس ده. ممكن ساعتها اخش على الايزوليشن مود واشيل السوليديفاي. انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل اكسترود للفيسز دي كلها. اجي من هنا وامسك الفيسز اللي انا عايزها ايه عشان اختارهم كلهم، واعمل اكسترود على الواي، وابص على الشكل بتاعي الاقي ان السمك الحيطه مظبوط وزي ما انا عايز. بخش على الفيرتكس وابتدي اختار الفيرتكس من جوه الاكس راي عشان اختار كل الفيرتكس كلها، وابتدي احركهم شويه باستخدام السناب تولز، احركهم على الواي شويه، واخش على الاوبجكت واجي هنا ادوس شيفت رايت كليك عشان انقل ال 3 دي كيرسر بتاعي في المكان ده، وادوس شيفت ايه اختار الكيوب، وابتدي اظبط الكيوب في المكان اللي انا عايزه، واخش على ايديت مود وامسك الفيس واطلعه لفوق شويه، واخد منه كوبي احطه الناحيه التانيه، واجي عند الفيس ده وادوس شيفت ان عشان اغير النورمالز بتاعته واعمل اكسترود ليه لجوه شويه عشان يديني الشكل ده. ممكن هنا بقى اخش على الفيرتكس مود وعلى الاكس راي واختار الفيرتكس دي وابتدي احركها اظبط الشكل بتاعي. فبالتالي انا قدرت اعمل شكل مختلف شويه، والواتش تاور البيلدنج اللي موجود فيه ابتدى يبان اكتر واكتر. تعالى دلوقتي نعمل كوبي للموديفاير. طيب ايه الفكره؟ ان انا عايز اعمل كوبي للموديفاير بدل ما اعمل الموديفاير من اول وجديد واظبطه من اول وجديد. طب بعمل كده ازاي؟ بمسك الاوبجكت اللي ما عليهوش الموديفاير، وبعدين امسك الاوبجكت التاني بالشيفت اللي عليه الموديفاير وادوس كنترول ال يجيب لي كوبي موديفاير. بكده انا عملت كوبي للموديفاير على الاوبجكت التاني.